الأهلي يتطلع لرد اعتبار رفاق صالح سليم أمام فلومينينسي بعد 62 عاما. وضرب الأهلي موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الذي حققه على الاتحاد السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وذكرت صحيفة فولها دي إس باولو البرازيلية أن النادي الأهلي لعب مع فلومينينسي في مباراة ودية خلال عام 1961 أقيمت في القاهرة، وأقيمت مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم 26 مايو عام 1961 على ملعب القاهرة الدولي، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2 مقابل هدف. وأحرز هدفي فلومينينسي البرازيلي والدو ماتشادو وتيلي سانتانا، وذلك في حضور طارق سليم ضمن تشكيلة الأهلي. أرقام كينو في مواجهتين أمام الأهلي قبل صدام كأس العالم للأندية. وسبق لكينو صاحب 34 عاما اللعب على الملاعب المصرية بقميص النادي بيراميدز، حيث واجه النادي الأهلي مرتين. وخاض كينو 33 مباراة مع نادي بيراميدز، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 آخرين، وانضم إلى فلومينينسي في ديسمبر 2022 قادما من أتلتيكو مينيرو. وشارك كينو في مباراتين أمام الأهلي، ونجح في قيادة بيراميدز في تحقيق الفوز بهدف نظيف، حيث سجل هدفا رائعا في شباك الشناوي. وفي المباراة الثانية فاز فريق بيراميدز على النادي الأهلي بنتيجة 2 مقابل هدف بمشاركة كينو أيضا. بقيادة مارسيلو وكينو، تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلي في كأس العالم للأندية. يقود الثنائي مارسيلو وكينو تشكيل فريق فلومينينسي البرازيلي المتوقع أمام النادي الأهلي في المواجهة المرتقبة بينهم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية. واستقر فرناندو دينيس سيلفا المدير الفني لفريق فلومينينسي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الأهلي في كأس العالم للأندية. ويشارك فلومينينسي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج بلقب كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني ب2-1. وبدأ الأهلي استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام فلومينينسي، والتي تفضله عن إنجاز تاريخي يسعى لتحقيقه بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه. تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلي: حراسة المرمى فابيو، الدفاع صامويل كازافيه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو، الوسط أندريه، ماثيوس مارتينيلي، كينو، جون أرياس، باولو هنريكي. وفي الهجوم جيرمان كانو. تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن طموحاته مع الفريق وهدفه في مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية. وقال عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه يشعر بفرحة عارمة بعد مشاركته لأول مرة في كأس العالم للأندية وتسجيل أول أهدافه. وتابع نجم الأهلي: المشاركة في كأس العالم للأندية بمثابة حلم كبير تحقق لي وأفخر به كثيرا، واللعب فيه يختلف عن أي بطولة أخرى خضتها طوال مسيرتي. وأشار إمام عاشور إلى أنه منذ اليوم الأول له في الأهلي وهو يعلم أن اللاعبين على قدر المسؤولية، وأنهم جميعا على قلب رجل واحد ويبذلون كل ما لديهم من أجل اسم النادي. وأكد عاشور على أن الفريق منذ وصوله إلى السعودية وهو يركز على مباراة الاتحاد، واللاعبين كان لديهم هدف واضح هو الفوز بالمباراة والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتطرق عاشور للحديث عن تواجد جماهير الأهلي في مباراة الاتحاد قائلا: شعرت بقوة كبيرة بفضل هذه الجماهير التي هزت أرجاء الملعب، وهتافاتهم كانت حافزا كبيرا للاعبين خلال أحداث اللقاء. وأشار إلى أن الفريق أغلق تماما صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي. واستكمل إمام عاشور: أثق في قدرات اللاعبين بشكل كبير، وأعي جيدا أنهم لا يبخلون بنقطة عرق من أجل اسم الأهلي. وعن مارسيل كولر قال عاشور: دائما يقوم بتحفيزي ويدفعني باستمرار لتقديم أفضل ما لدي خلال المباريات، ويطالبني دائما بالتركيز في الملعب وألا أنشغل بأي أمور أخرى، كما أنه لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة لمن يجتهد في التدريبات. وشدد عاشور على أنه لا يحزن عندما يجلس على مقاعد الاحتياط، بل يجتهد من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات. واستطرد: طموحاتي كبيرة للغاية مع الأهلي، وأتمنى في الفوز بكل البطولات التي أشارك بها مع الفريق،
وأعلم منذ اليوم الأول لي في النادي أن اللاعبين والجماهير وإدارة النادي هدفهم الرئيسي هو المنافسة دائما على كل البطولات. وأفاد إمام عاشور بأنه لم يصل لأفضل مستوياته بعد مع الأهلي، وأنه يسعى جاهدا لتقديم الأفضل، ويأمل في التألق بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة من أجل إسعاد جماهير النادي. وأوضح عاشور: انسجمت بشكل سريع مع لاعبي الأهلي بفضل دعمهم الكبير لي، وخاصة كهربا الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية. واختتم إمام عاشور: منذ اليوم الأول لي في الأهلي وجدت حبا ودعما من جميع اللاعبين، ولم أشعر مطلقا أنني غريب عنهم، وأتمنى أن أكون إضافة لهم.